احنا اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت ان العضلة بتنقبض وبتنبسط فبتعمل حركة. طب في تمرين مثلا زي الشيست بريس، هو انا لما بودي دراعي لقدام هو ايه اللي حصل اصلا عشان الحركة دي تتكون؟ هل هي العضلة لوحدها؟ لا طبعا. فعشان نعرف الحركة بتتكون من ايه محتاجين نعرف حاجة اسمها الاناتومي فاندمنتالز. فبديهي ان اول حاجة فيها تكون المصل، العضلة. زي ما اتفقنا ان العضلة هي انسجة رخوة بتنقبض وبتنبسط فبتولد حركة. تاني حاجة عندنا وهي البون او العظام. العظام هنا بتشتغل كنظام روافع، يعني العضلة لما بتتحرك بتشد معاها العظمة بترفعها. زي عضلة الشيست بتاعي هي ماسكة هنا وبتنتهي هنا، فلما بتنقبض بتشد معايا دراعي بالشكل ده وبتقربه على الجزء ده. تالت حاجه وهي التندون او الوتر، ده اللي بيربط العظمه بالعضله، بيكون موجود ما بينهم بالشكل ده. يعني دي العضله ودي العظمه وبيكون رابط بينهم الوتر. رابع حاجه وهو الجوينت او المفصل هو نقطه التقاء عظمتين او اكتر في نفس المكان، يعني عظمتين او اكتر بيجوا مع بعض بالشكل ده فبيكونوا لي حاجه اسمها مفصل. وزي ما الوتر بيربط العضله بالعظمه، عندنا كمان حاجه اسمها الرباط ده بيربط العظمه بالعظمه، مش العظمه بالعضله، العظمه بالعظمه، زي الرباط الصليبي اللي موجود في الركبه. فدي وظيفه الرباط، ان هو بيربط العظمتين ببعض. ومن وظائف الاوربته كمان ان هي بتثبت المفصل بتاعك وما بتخلوش يروح في اتجاه عكس الاتجاه اللي هو اصلا بيشتغل فيه. اخر حاجه معانا وهي الكارتليج او الغضاريف، وده عامل زي المخده، وظيفته ان المفصل العظمتين بتوعه وهم بيشتغلوا وبيتحركوا ما يحتكوش ببعض، لان احتكاكهم ببعض طبعا هيعمل تاكل وهيعمل مشاكل في المفصل ده.